تناغماً مع التطور الحاصل في ميدان التصنيع الإلكتروني، تتهيأ المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بولاية سيدي بلعباس لتعزيز ريادتها التاريخية في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية. وحدة الإدماج الإلكتروني أحد الفضاءات الإنتاجية الحديثة التي أنجزتها المؤسسة لتصنيع منتجات جديدة. الإلكترونية صورة جديدة وطبعة جديدة في ميدان الإلكترونيات. على غرار تصنيع التلفاز هناك ميادين شتى اللي تحظى بها المؤسسة في تصنيع اللوحات الشمسية، في مخابر للبحث والتطوير، مخابر للقياسات. هنالك عدة تخصصات برهنت فيها المؤسسة الوطنية بتميزها وبخبرتها القديمة على مدى أكثر من 40 سنة من الوجود. هنالك مخابر للبحث والتطوير لهم شراكة وطيدة مع الجامعات على المستوى الوطني. تصنيع البطاقات الإلكترونية بجودة ودقة عالية مجال آخر تخوضه على ورشة لتركيب البطاقات الإلكترونية التي تسمى بالوحدة المدمجة، أو بما يسمى باللغة الإنجليزية Surface Mounted Technology، التي تعمل على تركيب الجسيمات الصغيرة على البطاقات الإلكترونية. هذه الورشة تتضمن 3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى والتي تتمثل في السيريغرافيا بما يسمى لا سيريغرافي، والمرحلة الثانية تسمى بالانسيرسيون، هي مرحلة التركيب، والمرحلة الثالثة هي مرحلة تصنيع البطاقات الإلكترونية تخضع إلى تكنولوجيا عالية في مجال الآليات والدقة، ولهذا قمنا باقتناء آليات جد متطورة، وأكدنا على آليات المراقبة. بين كل مرحلة ومرحلة يوجد آلة لمراقبة الجودة. تعتمد عملية تركيب هذه البطاقات على تكنولوجيا النانو إلكترونيك التي تعتمد في تركيب الشرائح، كذلك تركيب التيرمينال دو بيمنت يعني الدفع الإلكتروني في كهرباء السيارات أو في شتى أنواع الألواح الإلكترونية. ونقوم بعدة تجارب من بينها نشوفوا لا ديري دو في تاع لا كارت، نشوفوا لي كومبوزون ونديروا كومباريزون مع لي شونتيون، وهذا مع التنسيق مع مخبر التطوير. هذا الشيء هو اللي يمد الاوكي لاشين دو برودكسيون باش عاد تخدم. دونك كل يوم او يومين من الاخر نقوم بنفس العمليه حتى نضمن جوده هذه البطاقه. المناولة مع متعاملين اقتصاديين متخصصين من بين الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها القائمون على إدارة الشؤون الاقتصادية للمؤسسة. هذه الورشة تعد من أهم الورشات الموجودة في وحدة الإدماج الإلكتروني. طاقة الإنتاج اليومية 2000 بطاقة إلكترونية للخط الواحد، يعني نقدر بهذه الورشة أن نصنع 4000 بطاقة يوميا. هذه البطاقات الإلكترونية يمكن استعمالها في شتى المجالات، منها صناعة السيارات والأجهزة الإلكترومنزلية والأجهزة الإلكترونية، وكذلك أجهزة الطاقة. المؤسسة الوطنية لها خبرة في تصنيع البطاقات الإلكترونية بجودة عالية وبتقنية جديدة جد متطورة. لنا الخبرة ولنا الإمكانيات لتصنيع هذه البطاقات الإلكترونية، ونحن في مشروع تركيب السيارات في الجزائر يمكن لهذه المصانع صنع. صناعة الأجهزة الكهرومنزلية شعبة أساسية لتنشيط الاقتصاد الوطني، ومن بين الشركات الرائدة في هذا المجال مجمع إيريس. احنا اليوم ثقافتنا هي ما لازمش نقعدوا في السوق المحلية، لأنه حابين نروحوا بعلامة إيريس إلى علامة ذات يعني صدى عالمي، ذات من هي من العلامات الأخرى الدولية. إيريس اليوم متواجدة في عدة بلدان مغاربية، عدة بلدان عربية، وحتى بعض الدول الأوروبية.
وحدة صناعة أجهزة التلفاز إحدى وحدات المجمع، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية أكثر من 1,000,000 جهاز في السنة. هنا رانا نقوم بتصنيع يعني جميع الأحجام من 24 بوصة إلى 86 بوصة، وكما تعرفوا المنتوج تاعنا يتميز يعني بجودة عالية، والمصنع هذا يعني راه كما نقولوا سيرتيفي، عندنا شهادة ايزو 9001 ايزو 14001 ايزو 45000 وكذلك عندنا لو كود بي اس اي، وهذه المعايير مكنتنا باش نصدروا المنتوج تاعنا العديد من الدول. في الماضي القريب كانت الشاشات تستورد من الخارج، وحالياً أصبحت تصنع بهذه الوحدة باستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من تقنيات في هذا المجال، ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد ورفع نسبة الإدماج. الورشة هذه جديدة عدة أشهر من اللي مشات، رانا كما نقولوا الحمد لله تمكنا من صناعة أجهزة تلفاز ذات جودة عالية وبكميات معتبرة، وتمكن الفريق العامل هنا في هذه الورشة هذه من امتلاك التكنولوجيا الحديثة والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وبالضبط هذا الورشة هذه ولا هذا النشاط هذا يساهم بدرجة كبيرة في تقليص فاتورة الاستيراد ورفع من نسبة إدماج أجهزة التلفاز. الحوايج جديدة استوردنا كما نقولوا تكنولوجيات جديدة من خلال استعمال تقنيات حديثة، استعمال الروبوتات وغيرها من الأجهزة اللي تساهم في رفع نسبة الإدماج. الوحدة مقسمة إلى ورشات، كل ورشة يعمل بها مهندسون من خريجي الجامعات ومراكز التكوين، تلقوا تكوينهم من خبرات أجنبية. حاليا رانا متواجدين في وحدة إنتاج بطاقات إلكترونية. هذه الوحدة تحتوي على 4 خطوط إنتاج جد متطورة من الجيل الرابع، بطاقة إنتاج حوالي 100,000 بطاقة إلكترونية شهريا. بفضل مجهودات الدولة الجزائرية ومهندسي الشركة، استطاعت الشركة إنتاج أجهزة تلفزيونية بمعايير دولية باستعمال شهادات سيرتيفيكا إيزو للولوج إلى السوق الإلكترونية. وحدة إنتاج الثلاجات بجميع الأنواع والأحجام تشغل 165 عاملاً، وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 500 ثلاجة في اليوم. تخدم ديفيرونت تيب دو ريفريجيراتور نو فروست اي دي فروست. ايضا نخدموا المجمدات سكون ابل لي كونجيلاتور اوريزونتال اي فيرتيكال. حاليا نعمل على تطوير الخبرات تاعنا باعتبار ان اكثر من 16 سنه في هذا الميدان ليزيكتروميناجي. الحمد لله لحقنا وين تحكمنا، عندنا اون ميتريز يعني فريمون بارفيت لهاد لي برودوي، ورانا حاليا نصدروا العديد من الدول. تدعم المركب حصريا بوحدة صناعية مختصة في تحويل ودهن صفائح الحديد التي تدخل في صناعة أغلب الأجهزة الكهرومنزلية. يهدف هذا المصنع لتزويد مختلف الوحدات الإنتاجية لتصنيع الآلات الكهرومنزلية على غرار الثلاجات، آلات الغسيل، الطباخات، وكما يهدف أيضا إلى تزويد مختلف المصانع الوطنية في السوق المحلية. عدد العمال إن شاء الله الوقت الحالي رانا في حدود تاع 163 عامل، ومع الوقت إن شاء الله راح نزيدوا نطلعوا فيهم لأنه الوقت الحالي رانا نخدموا بنظام تاع السيرفاس والله تاع 8 ساعات، ولكن مع الوقت راح نوليو نخدموا بنظام تناوب اللي هو 3 فوا 8. الوحدة التي دخلت حيز الاستغلال حديثا تشغل يد عاملة جزائرية، حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى 40,000 طن سنويا. استطاعت تمويل المصانع الناشطة في هذا المجال، وبالتالي رفع نسبة الإدماج في أغلب المنتوجات الكهرومنزلية. هذا المصنع راح يسمح، وخاصة لمصنعي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، راح يسمح لهم باش يقتنيوا الصفائح الحديدية
من هذا المجمع، وبالتالي راح يسمح برفع نسبة الإدماج، تقليص فاتورة الاستيراد، إي لا فوا نوع من لو سافوار فير اللي راح يكون ان شاء الله ديفلوبي في هذا المجال. فوق هذا الشيء، هذه الصناعه راح تسمح باش ناكومبانيو لي زاندستري دو بانو ساندويتش، لي بانو ساندويتش اللي يخدموا بهم لي زونغار اندستريال. دونك هذه راح تسمح لنا باش حنا نوليو نمونوهم بهذه الصفائح الحديديه اللي راهي واجده وقابله للاستعمال، اوليو باش هو يروح يجيبها سو فورم دو طول ديكوبي، يجي يديها من عندنا وين حنا اللي نخدموها، حنا اللي نصبوها، حنا اللي نديروا لها لو فيلم تاعها. راح نقصوا عليه فاتوره الاستيراد، راح نقصوا عليه فاتوره النقل، راح نقصوا عليه حتى فاتوره اليد العامله الاجنبيه. هذه كامله راح نربحوها لنا في الجزائر. مجمع إيريس بفضل تشكيلته المختلفة من الأجهزة الكهرومنزلية استطاع من التموقع في السوق المحلية كما الأجنبية، دافعا بذلك عجلة الاقتصاد الوطني.